بعد ده حاجي أضرب، حيكون عندي 4 سنتيمتر في 3 كيلومتر في 1000. أنا عندي دي 4 في 3 بكم؟ ب 12، و12 في 1000 ب 12000. وخلي بالك حتكون عندي بالطريقة دي اللي هي الخطوة الثانية اسمها المسافة الأفقية. طوالي أنا جاي لسه ماشي معاك لأنه ما انتهت، عشان نشوف في النهاية بعدين كيف تقرأ. أنا داير بعد ده السؤال أوجد شنو؟ أنا في النهاية كايس شنو؟ كايس معدل منه الانحدار. معدل الانحدار ده أنا سبق وكان ضمن القوانين، وكان لاقانا لما جيت قلت لك جابوا لك في أملا الأماكن الشاقرة قالوا بيساوي الارتفاع على المسافة شنو؟ الأفقية. بيساوي معدل الانحدار بيساوي الارتفاع على المسافة الأفقية. يبقى معناها أنا بعد ده خلاص ما علي إلا أعوض بالأرقام. في ذلك حاجة أقول له والآتي: الارتفاع جانا كم؟ 400. بكتبها له هنا دي 400. المسافة الأفقية شوف جبناها كم؟ 12000. يا هدي ده الارتفاع على المسافة الأفقية. لازم القانون ده تكون حافظه، ده ضمن القوانين اللي لاقتنا وقلت لك مهمة وبنحتاج ليها. تعال بعد ده نختصر مع بعض. معناها هنشيل هنا صفرين مع منه؟ مع الصفرين دي صفرين، فوق فضلت لي كم؟ 4 على 4 في منه؟ ودي 12 على 4 في الكم؟ 3 ومعاه صفر. إذا خلي بالك تماما الجواب النهائي أنا جاني هنا 1 على كم؟ 30. قالوا كالآتي: قالوا المعدل بتاع الانحدار ده شكل سطح الأرض. لما أنت تجي وأنا داير أقول لك بالطريقة دي، شوف أنا عملتها 2، ده الارتفاع وده المسافة الأفقية. الارتفاع المسافة الأفقية. بعد ده نجي نشوف سطح الأرض بينحدر كم؟ معدله كم؟ نسبة معدل الانحدار. أنا بيقول لي بحسب الارتفاع. يعني مرات أنا لو جيت لاحظت ده بيقول لك انحدار، يعني معدل الميلان، ميلان سطح الأرض أو معدل الانحدار. إذن في الحالة دي هنا قالوا سطح الأرض ينحدر متر واحد كل ما تقدمنا كم؟ 30 متر. دي نحن بنقرأ كالآتي. في الحالة دي بيقول لك الآتي، بقول لك إذن سطح الأرض ينحدر متر شنو؟ واحد كل ما تقدمنا لمسافة كم؟ 30 متر كده، 30 متر. يبقى أنا بعد ذاك بيجي أنا عندي ده الارتفاع وده المسافة وده المعدل بتاع الانحدار. يبقى معناها أنا بعد ده ممكن يكون في انحدار شديد وانحدار خفيف. لو جيت لاحظت المقام، كل ما المقام بقى كبير كل ما الانحدار كان خفيف، يعني كل ما كبر. ولكن دي انت ما مسؤول منها. الان انا ارخص لك 3 خطوات لازم توجد الارتفاع، تقوم تطرح النقطتين الموجودات عندك توجد الجواب. المسافة الأفقية قلنا بنقيسها بواسطة المسطرة، جاتنا 4 نضربها في 3، ال3 دي مقياس الرسم تضربها في 1000، ال1000 دي لأنه لو جيت لاحظت اللي هو الكيلومتر قلنا فوقه 1000 متر، الكيلومتر فيه 1000 متر، ده في الارتفاعات. وبعد ذاك القانون اللي انت لازم تكتبه عشان تطبق عليه بتقول معدل الانحدار بيساوي الارتفاع على المسافة الأفقية. إذا بيساوي لي 400 على 12000. 400 هي الارتفاع، 12000 هي المسافة الأفقية، ناتج الاختصار 1. ده المطلوب منك. الكلام ده أنا حليته، لكن في الامتحان بديك سطرين، يعني القانون والتطبيق عليه وطبقوا عليه سطرين، والسطر ذاته لأنه من بداية الصفحة لشنو؟ بتكفي. ما في طالب يقول لك يا أستاذ أنت كتبت ده كله كده وأنا بعدين اداني مساحة ضيقة. لا،
انا بديك المساحه الضيقه بتكتب في السطر ده لنهايته، القانون والتطبيق عليه كله في شنو؟ في سطر واحد.